السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في القناة، فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا رب. واليوم ان شاء الله غنقترح عليكم كيكه بشكل راقي ومذاق ارقى وتتجي رائعه شكلا ومذاقا وبنينه ومنعشه في هذا الصيف، وغير بيضه وحده. نتمنى تتبعوا معي الفيديو حتى الاخير باش تكتشفوا المقادير وكذلك طريقه التحضير. على بركه الله. هنا غادي نحتاج بيضه متوسطه في الحجم ودائما تكون بدرجه حراره المطبخ. نضيف لها قبيصه ديال الملح وسكر سنيده. تقريبا هنا عندي كاس الا ربع بالعبار ديال كاس العنبه. غادي نخلط كل شيء مزيان بالخلاط الكهربائي اولا بالباطور باش ما بغيتو. المهم هنا الغرض ديالنا في هذه الوصفه هذه ان البيض يتبدل ليه اللون ديالو حتى نحصلوا على القوام يولي لنا هكا ابيض وما يبقاش صفر. المهم طربوه مزيان باش يساعدنا يجينا خفيف ومفشفش. بعدها غنضيف ليهم 8 غرام ديال سكر الفاني وتقريبا ما واصلش نص كاس ديال الزيت بعبار كاس العنبه، وغنضيفو تا هو بالتدريج. وانا تنخلط، وفي هذه المرحله تنحاول باش ما نوقفش التخلاط وتنبقى نخلط، والمكونات الاخرين تنزيد فيهم. بعدها غنضيف ليهم هنا عندي خيز واحد محكوك، اي جزره واحده محكوكه حكيتها هكا في الحكاكه الغليظه. الا بغيتو تحكوها في الرقيقه تيبقى لكم الاختيار. انا تنفضلها كنحكها غليظه باش تبقى باينه حتى في الكيك فاش يطيب. بعدها غنضيف عليهم هنا الكركاع. ضفت ليه القليل ديال اللوز وطحنتهم، يعني ماشي حتى نيلتهم مزيان، فقط غير هرمشتهم باش ثاني يبقاو ليا باينين ويجيوني باينين في الكيك ديالي. صافي. ومن طبيعه الحال بقيت تنخلط هنا حتى نسجموا كل المقادير وكل المكونات. بعدها غنكمل التخلاط غير بالخلاط اليدوي. غنضيف عليهم بالنسبه للطحين هنا غادي تهز معايا هاد الوصفه هذه كاس ونصف و8 غرام ديال خميره الحلويات. صافي. وغادي نخلط كل شيء مزيان. هنا نحاولوا نخلطوا كل شيء مزيان، راه الخليط تيبدا شويه يتقال، ولكن مع ذلك ما تخافوش منه، غير بقاو تخلطوا وتحركوا، يعني حتى الا ما منعتوش كاع نهائيا بالفوي. خلطوا بشي ملعقه خشبيه. بعدها ضفت ليهم معلقه ونصف ديال الخل. صافي. وتنخلط كل شيء مزيان. انا هنا استعملت الخل الابيض، تقدروا تضيفوا الصفر الا متوفر لكم. صافي. تنحصلوا على هذا القوام هذا اللي تيكون شويه ثقيل. بعدها خديت القالب ديالي اللي فيه 22 سنتيم، دهنته بالزبده وغادي نوضع فيه الخليط. وفي الاثناء هذه راه الفران تيسخن على 180 درجه. المهم حتى يسخن مزيان مزيان عاد ندخلوا ليه الكيك. صافي. كيف تلاحظوا ضعت داك الخليط في داك الكيك وضربت الاناء او العفو المول على سطح العمل. المهم باش يشد ليا الفورمه ويخرجوا منه داك الهواء اللي تيكون لداخل. بعدها غناخذ كاسرونه غنضيف فيها 2 الكيسان ديال الحليب ما يعادل 240 مليلتر، وغنضيف لهم كيس ديال سكر الفاني، وغادي نضيف 2 المعالق اللي ممتلئين جيدا كريم باتيسير او لا نشا اللي تتفضلوها ديروها وحسب المتوفر. غنضيف لهم فلون ديك العاديه اللي ما فيها حتى شي نكهه وحتى شي مذاق. غنضيف لهم 2 المعالق ديال سكر سنيده ونخلط الكل مزيان مزيان على البارد، يعني حتى يذوب ليا كلشي دوك المكونات ودوك العناصر. عاد غادي ندوزوهم على نار اللي تكون متوسطه او لا هادئه، من الاحسن الا كانت هادئه. صافي. ونبقاو هكا بالتحريك، ما نغفلوش على الخليط بالزربه تيتقال بالزربه تيعقاد. المهم حتى نحصلوا على هذا القوام هذا. فاش نحسوا بانه طاب واختار غنضيف عليهم معلقه ديال الزبده. صافي. ومع التحريك كيف تلاحظوا في هذه الاثناء انا طفيت البوطه. صافي. وغادي نوضعهم في واحد الاناء وغادي نحاول هكا نغطيهم بلاستيك غذائي ونخليها في الثلاجه جانبا حتى الوقيته اللي نحتاجها. وبعد ما طابت لي الكيك ديالي يعني بشكل عادي كيف تنطيبوا جميع الكيكات ديالنا، تنيتها شويه حتى بردات. غنغطيها بواحد المنديل ونخليها تقريبا شي 10 دقائق هكاك ولا ربع ساعه حتى تاخذ ليا درجه حراره المطبخ. عاد ندوز نخدم بها. وبعد ما برد ليا داك كريم باتيسير مزيان في الثلاجه، يعني على ما طابت الكيك. صافي. وضعت ليه زدت ليه عفوا النكهه ديال اللوز. صافي. وغادي نطرب كل شيء مزيان بالخلاط الكهربائي اولا تقدروا في هذه المرحله ديروه بشي هاشوار. المهم داك الخليط خاصو ينسجم وتولي لينا ديك الكريمه الملمس ديالها يكون حريري، فراه تساعدنا بزاف في الخدمه.
صافي. وبعد ما حليت على الكيك كيف تشوفوا راه تجي محمره خفيفه وهشيشه، والصراحه واحد الرائحه فيها جد رائعه. يعني تقدروا الا بغيتوا تحتفظوا بها غير هكا، ماشي ضروري انكم تزيدوا ليها الكريم باتيسير او لا. صراحه حتى الا تزاد تزيدنا بنه على بنه، ولكن كيف قلت لكم الا بغيتوا تحتفظوا بها حتى هكا يعني ماشي مشكل، تجي حتى هكا بنينه وزوينه. صافي. وكيف تشوفوا فيها راه تجي خفيفه، يعني بمقادير اللي جد مضبوطه. نتمنى تتبعوها معايا حتى الاخير وما ما تزقلوا حتى شي حاجه. بعدا خديت السكين اللي يكونوا من طبيعه الحال هكا عنده سنينات، هو باش نقطعوا الكيك اولا بالخيط، باش ما بغيتوا تقطعوا قطعوا. انا درت هاد الطريقه هذه سهلاتها عليا. صافي انا غادي نقلبها معكم. شوفوا من الداخل كيفاش تجي، فراه تجي خفيفه وهشيشه ومفشفشه ومهويه يعني. وفي هذه المرحله هذه انا كيف قلت لكم كيف تشوفوا راه الحجم ديالها ماشي كبير بزاف، 22 سنتيم. الا بغيتوا يعني الكميه اكبر فمن طبيعه الحال تضاعفوا المقادير. بعدها غادي ناخذ شي طبسيل هكا وغادي نهز الاطار يعني فاش طابت اولا القالب فاش طابت، وغادي نوضع يعني داك الطرف اللي كانت في الوجه ديالو. صافي. وغادي نوضعه في الاطار وغادي ندوز هنا. ما غنسقيها ما حتى شي حاجه لانها تجي فعلا فتيه ورطبه، ما تحتاجش نهائيا للسقوه. غناخذ بوش غادي نوضع فيه داك كريم باتيسير، وعاد غادي ندوز نعمر الكيك ديالي. وفي هذه المرحله هذه يعني تقدروا تعمروا باش ما عجبكم، ولكن فعلا هذه الوصفه تتواتى غير اغلبيه مع تتماشى مع كريم باتيسير. صافي. غادي نحاول هكا نقاد داك الطبقه تكون قاده مزيان. تقدروا هنا تضيفوا فيها الكركاع الا بغيتوا اولا اللوز اولا قطع ديال الشكلاط. المهم داكشي اللي تفضلوه تقدروا تزيدوه وتقدروا تفننوا وتوضعوا داكشي اللي تتبغيوه. صافي. بعدها فاش شدات راسها مزيان وقاديت ليها الجوانب ديالها غادي نحيد ليها داك الاطار وغادي ندوز ندهن ليها الوجه ديالها بداك الشيء اللي تبقى ليا ديال الكريمه في الوجه وفي الجوانب، ونحاول هكا ندهنها مزيان مزيان باش حتى كاع الا بغينا نعطيوها شي شكل معين اولا شي تزيين معين يلقى داك التزيين فين يشد. بعدها هنا خديت اللوز ايفيلي اولا رقائق اللوز، حمرتهم شويه في الفران. صافي. وغندوز نزين بهم هكا الجناب. صراحه حتى هما تيزيدونا واحد المذاق اللي زوين بزاف، وهذا تيبقى غير كتزيين فقط. تقدروا تضيفوا اي حاجه تفضلوها وتتعجبكم. صافي. انا وضعتها كلها يعني في الجوانب. هنا كان عندي شويه الكراميل يعني داك اللي تيكون معفلون. صافي. وضعته في الوجه. تقدروا تذوقوا بداك الشيء اللي متوفر لكم واللي عندكم. وصافي وتنحصلوا على هذه النتيجه هذه. بطبيعه الحال نخليوها حتى تبرد عاد نقطعوها وناكلوها. الصراحه تجي زوينه زوينه بزاف، ولا بات ليله كامله يكون احسن. فعلا تستحق انكم تجربوها. ولو وصلتوا معايا حتى لهنا فما تنساوش تخليوا لي لايك ديالكم، ولاول مره يشوف القناه مرحبا به والف مرحبا به. ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش دائما تبقاو توصلوا بالجديد ديالي. وانا هنا مبقى ليا الا نودعكم ونضرب لكم موعد في فيديو قادم بحول الله. السلام عليكم.